ازيكم يا شباب، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هنتكلم عن امكانيه رحيل حمدي فتحي واليو ديانج من النادي الاهلي، وهقول لك اللاعبين المرشحين في خط الوسط. ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك ومتابعه وقول لي رايك في التعليقات. هنبدا باللاعب الدولي حمدي فتحي، وحمدي طبعا تلقى عرض رسمي من فريق الوكرة القطري الفترة السابقة. المعلومة اللي عندي ان ادارة النادي الاهلي كانت رافضة بشكل قاطع فكرة التفريط في حمدي فتحي وبيعه في الميركاتو الصيفي، ولكن اللاعب عنده رغبة على خوض تجربة جديدة من أجل الاستفادة المادية. هو هيتقاضى راتب كبير جدا مع الوكرة القطري، فتم طرح فكرة الإعارة واستعارة الوكرة حمدي فتحي من الأهلي. يعني المهم المسؤولين في النادي الأهلي حددوا قيمة الإعارة دي $1,000,000. لو هم عاوزينه يدفعوا $1,000,000 للنادي الأهلي لاستعارته لمدة موسم واحد بس. لو تم الاتفاق على التفاصيل والبنود هيتم التجديد لحمدي فتحي وهينضم إلى الوكرة موسم واحد ويرجع للنادي الأهلي مرة تانية. ده ممكن الموضوع ده يتم وممكن ما يتمش يعني، ولكن زي ما قلت لك كده اللاعب عنده رغبة على الانتقال إلى الدوري القطري من أجل الاستفادة المادية. أما عن اللاعب اليو ديانج، كلنا عارفين أن ديانج عنده الرغبة على الرحيل من النادي الأهلي من فترة كبيرة. يعني الموسم اللي فات والموسم اللي قبليه كان بيخطط للاحتراف الأوروبي والانضمام إلى أي فريق أوروبي كبير يعني. وكيل ديانج تلقى عروض كتير الفترة السابقة، وإدارة النادي الأهلي لا تمانع في بيع اللاعب بشكل نهائي في حالة وجود عرض جيد من الناحية المادية. ده بخصوص موقف حمدي فتحي واليو ديانج. في حالة رحيل ديانج وفتحي لازم النادي الأهلي يتعاقد مع 2 لعيبة وسط على الأقل، لأن الاتنين دول حمدي وديانج من القوام الأساسي. هنبدأ كده باللاعبين المرشحين، ومحمد رضا بوبو انيستا مصر. بوبو عنده 22 سنة، مركزه لاعب وسط 8 أو صانع ألعاب رقم 10، بيلعب لفريق فيوتشر اف سي. أرقامه هذا الموسم في الدوري المصري لعب 24 مباراة، سجل 4 أهداف وصنع 4. تقريبا ده أعلى معدل تهديفي بالنسبة للاعب وسط في الدوري المصري. بوبو يا جماعة لاعب ممتاز جدا على المستوى الفني، بيقدر يأدي في أكتر من مركز وبيعرف يلعب رقم 10، صانع ألعاب ممتاز، بيلعب على الجول، مميز في الزيادة الهجومية والتسديد، لاعب عنده رؤية، عنده إمكانيات فنية على أعلى مستوى في الاستلام والتسلم تحت ضغط، توزيع اللعب، الكنترول والاحتفاظ بالكرة. هو ما شاء الله لاعب متكامل فنيا وبدنيا، بيعرف يلعب ديفندر رقم 6 أو رقم 8 أو بلاي ميكر رقم 10. مساهم ب8 أهداف حتى الآن في الدوري المصري. النادي الأهلي قدم عرض رسمي لفريق فيوتشر من أجل التعاقد مع بوبو في الانتقالات الصيفية. قبل كده الموسم اللي فات اللاعب ده كان على رادار النادي الأهلي، كان قريب جدا من الانتقال للفريق. دلوقتي بوبو عنده الرغبة الكاملة بالانضمام إلى القلعة الحمراء، وطلب من إدارة فريق فيوتشر تسهيل إبرام الصفقة. يعني بوبو عاوز ينتقل إلى الأهلي. الأهلي طبعا فريق كبير، يعني الأهلي أي لاعب يتمنى أنه ينضم للقلعة الحمراء، وإن شاء الله في حالة انضمام بوبو للنادي الأهلي هيكون إضافة، لأنه لاعب كورته عالية كوير، يعني بيوزع، عنده الرؤية ممتاز جدا، بيقدر ينفذ أدوار مركزه بشكل مثالي، من أفضل لاعبي الوسط في الدوري المصري بشكل عام. عنده 22 سنة ولكن خبرة. متخيل لاعب قبل كده مع وادي دجلة في الفريق الأول وانضم إلى فيوتشر، مستواه تطور جدا الفترة السابقة. في لاعب تاني على رادار النادي الأهلي اللي هو إمام عاشور. إمام عاشور عنده 25 سنة، نجم الزمالك السابق، دلوقتي بيلعب لفريق ميتيلاند الدنماركي، بنسبة كبيرة هيرحل من الدوري الدنماركي. النادي الأهلي استفسر من فريق ميتيلاند على قيمة الصفقة. كام؟ انتوا محتاجين كام عشان تبيعوا إمام عاشور؟ طبعا هم اشتروه من نادي الزمالك بمبلغ $3 مليون.
يعني لو باعوه هيبيعوه بمبلغ 4 أو 3.5 مليون دولار. بالنسبة لموقف إمام عاشور من الانضمام للنادي الأهلي، هو اللاعب بيرحب جدا جدا بالانتقال إلى القلعة الحمراء. لاعب محترف، لاعب بروفيشنال، ما عندوش أي مشكلة إنه ينتقل إلى النادي الأهلي في حالة التقدير المادي. واحنا عارفين ان الاهلي بيقدر اللاعبين المميزين. امام عاشور طبعا مش محتاج اتكلم عنه، مش محتاج اتكلم عن امكانياته الفنيه والبدنيه. لاعب ما شاء الله يعني قوي جدا جدا، عنده البدني كويس وعنده كوره حلوه جدا، ولاعب بيشوط على الجول بشكل ممتاز. اضافه لاي فريق، كلنا شفناه مع الزمالك، انضم الى منتخبنا. لاعب يعتبر جوكر، بيأدي جناح، بيأدي رقم 8، بيأدي رقم 6، كمان عنده القدرة على اللعب في مركز الظهير الايمن. امام عاشور اضافة لاي فريق، وامام عاشور عنده الرغبة بالانضمام الى النادي الاهلي. الموضوع دلوقتي والكلام في المقابل المادي وقيمة الصفقة، ده بخصوص اللاعب الدولي امام عاشور ومحمد رضا بوبو. في لاعب كمان، لاعب وسط على رادار النادي الاهلي اجنبي، انا عارفه ولكن مش هقولك عليه دلوقتي. يعني اتكلمنا عن اللاعبين المحليين اللي على رادار النادي الاهلي. اما عن اللاعب المغربي حمزة خابة وامكانية انتقاله للنادي الاهلي. حمزة عنده 26 سنة، مركزه مهاجم او جناح، بيلعب لفريق الرجاء المغربي وجنسيته مغربي. حمزة هو هداف الرجاء في دوري ابطال افريقيا، مستواه تطور جدا الفترة السابقة. لاعب عنده امكانيات ممتازة في الجانب الهجومي، طويل، سريع، هيدر، فينيشر، ويعني يعتبر من افضل المهاجمين في الدوري المغربي. ولكن انا لما سألت مسؤول داخل النادي الاهلي اكد لي ان حمزة خابة خارج الحسابات، اللاعب غير مرشح. في لعيبة تانية على رادار النادي الاهلي في مركز المهاجم، زي حمزة هنوري، ايمن محيوس، بولي سامبو، وجاكسون موليكا. موليكا ممكن ابتعد شوية عن النادي الأهلي بسبب المقابل المادي وبسبب قيمة الصفقة. موليكا طبعا هيرحل عن بشكتاش إن شاء الله في نهاية الموسم، ولكن بشكتاش التركي طلب مبلغ مالي كبير جدا لا يتحمله النادي الأهلي، 5 مليون دولار. الكلام ده طبعا مش موجود، يعني مبلغ كبير، وبالتالي موليكا ابتعد عن القلعة الحمراء. في لعيبة تانية على الرادار، في لعيبة تانية مرشحين، اتكلمنا قبل كده عن بولي سامبا لاعب الوداد، وحمزة هنوري، وأيمن محيوس، ولكن حمزة خابة غير مرشح للقلعة الحمراء وخارج حسابات النادي الأهلي. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اتكلمنا النهاردة طبعا عن حمدي فتحي وإمكانية رحيله، اتكلمنا عن أليو ديانج واللاعبين المرشحين بقى في خط الوسط اللي هم محمد رضا بوبو، إمام عاشور. بوبو طبعا لاعب كبير ولاعب كوير ولاعب عنده إمكانيات فنية على أعلى مستوى. بوبو يا جماعة يعني الميزة اللي فيه انه بيعرف يلعب على الجول، بيقدر يأدي في مركز رقم 10. الكلام ده مش موجود عند حمدي فتحي ولا مروان عطية. بوبو لاعب هداف، يعني انت لو اديته ادوار هجومية هيعرف يوصل للجول، هيعرف يسجل، هيعرف يصنع فرص. لاعب بساطه متقنة، بيعرف يوزع لعب، وعنده رؤية ممتازة في الجانب الهجومي. قلت لك كده انه انيستا المصري، يعني هو مستواه بيتشابه بشكل كبير مع النجم العالمي انيستا. لو انضم للنادي الاهلي كمان هيقدر يطور ومستواه هيتحسن مع القلعة الحمراء. امام عاشور على رادار النادي الاهلي، هو كمان ممكن جدا نشوفه مع النادي الاهلي، لان امام خلي بالك ما قدرش يتأقلم داخل الدوري الدنماركي. امام عاشور يا جماعة مش بيعرف يتكلم لغة، مش بيعرف يتكلم انجليزي، واللاعب معرفش يتعلم. ويعني فريق ميتيلاند الدنماركي بيرحب ببيعه. المدرب اتغير كمان، كان في مدرب اتغير، كان في مدرب مقتنع بامكانياته، دلوقتي جاء مدرب جديد مش مقتنع خالص بامام عاشور. بس يا شباب ده كان فيديو النهارده، ما تنساش تعمل لايك واشتراك وقول لي رايك في التعليقات. شكرا ليكم، السلام عليكم.